الفيديو كان طلب من ماما سيف وبزاف ديال البنات اللي بغاو يعرفوا الاستعمالات ديال العجين المورق اللي سبق لي شاركت معكم. غادي تلقاو الفيديو ديالو عندي في الصفحه ولا في اليوتيوب. المهم فين ما درتو غادي تلقاو الفيديو ديالو. كنطلقوها على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لهذا العجين كنوجدوا به المالح والحلو. اليوم غادي نوجد معكم غير المالح. عندي بصيله اللي طيبتها في شويه ديال الزيت مع الملحه. وهنايا عندي لاصوص ديال البيتزا اللي سبق لي شاركتها معكم بزاف ديال المرات بعده طرق. كنديروها فوق العجين على هذا الشكل هذا، يعني تكون نيشان مع دوك القناه ديال العجينه. وكنزيد الطون البصيله والزيتون، تقدروا ديروا زيتون الكحل اولا اللي بغيتو. كنشكلهم على هذا الشكل هذا وغادي ندهنهم بالبيض. بالنسبه للعجين كل ما بغيتو التوريق اكثر كل ما تخليوها شويه غليظه. انا هذا الشيء المالح ولا الوصفات المالحه كيعجبوني يكونوا شويه رقاق، ما يكونوش غلاظ بزاف. صافي غادي ندهنهم بالبيض اللي درت معاه شويه ديال الحليب ونقيطات ديال الخل، وكندخلوهم للفران يطيبوا. بالنسبه لهذا العجين المورق السر ديالو هو الطريقه ديال الطياب. الفران ديالكم يكون سخون مزيان باش هذيك العجينه تورق لكم وما تسيحش لكم الزبده. يعني سخنوا الفران من قبل حتى يسخن مزيان. كندخلوا العجينه ديالنا غير كتبان لكم تورقات مزيان تنفخات، عاد نقصوا عليها وخليوها طيب على خاطرها وكتحمر. كتكون على هذا الشكل. شوفوا معايا التوراق كيجا كيجي واحد القرمشه اللي المهم راه سمعتوا في الاول ديال الفيديو كيجيو مقرمشين لذاذين. كيف ما قلت لكم انا هادشي المالح كيعجبني يكون شويه رقيق. وانتم الا بغيتوهم ديروهم غلاظ يمكن لكم ديروهم غلاظ. وان شاء الله بالفيديو الجاي نشارك معكم وصفات اللي حلوين. غير هنا بالنسبه للحشوه ماشي ضروري ديروا هاد الحشوه هذه، تقدروا ديروا الحشوه اللي بغيتو بلاصه الطون. تقدروا تعوضوا باي حاجه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الطون. وحتى تقدروا تستعملوهم بواحد الحشوه اللي كان سبق لي شاركت معكم ديال لي زيبيناغ وسميتو والفرماج والكفته، او لا غير الكفته بوحدها مع بصيله. المهم اي حشوه بغيتوها راه كتجي لذيذه. وانا كتجيني هاد العجين عمليه وسهله لاننا كنحتفظوا بها في المجمد، وهي عجينه غير هو تستعملوا فيها الخل. المهم رجعوا للفيديو ديال العجين المورق وغادي تعرفوني علاش كنهضر. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفات جديده باذن الله. مع السلامه.